بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية أتوجه إلى جميع منسوب كلية العلوم وجامعة المنوفية وحضراتكم كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف وبداية العام الدراسي 2024-2025. حسن علي علوة إبراهيم، قائم بعمل عميد كلية العلوم. كلية العلوم في البداية هي كلية أنشئت في العام 1978، بها الآن 6 أقسام علمية ينبثق منها 18 برنامج دراسي. تتميز كلية العلوم بأنها كلية عملية. جميع خريجي كلية العلوم لهم متطلبات في سوق العمل. سوق العمل الآن في احتياج إلى خريجي كليات العلوم في المجالات المختلفة التي تتمثل في مجالات الكيمياء، مجالات علوم الفيزياء، مجالات علم الحيوان، مجالات علم الرياضيات وعلم الحاسب الآلي أو الحاسوب، مجالات علم النبات والميكروبيولوجي، واخيرا مجالات علم الجيولوجيا. فخريجي كليه العلوم في الفترات الاخيره بيمثلوا نسبه كبيره جدا من الباحثين، منهم بينشروا ابحاث تتعدى تلت الابحاث المنشوره على مستوى جميع الباحثين في مصر. فلو بصينا شفنا حضرتك في اخر تصنيف لجامعه ستانفورد، بنجد ان جامعه المنوفيه تميز فيها 26 من علماء جامعه المنوفيه من ال 2% على مستوى العالم الذين ساهموا في إسراء البحث العلمي. كلية العلوم كان نصيبها 10 من ال 26 على مستوى الجامعة، وبالتالي كلية العلوم تعتبر من الكليات السباقة في التصنيفات العالمية، وتتمركز غالبا في قسم الرياضات وعلوم الحاسب وقسم الفيزياء وقسم الكيمياء. فطبعا في البداية برحب في بداية العام الجامعي الجديد بأبنائنا الطلاب القادمين الجدد، بنقول لهم كلية العلوم تمثل بيتكم الثاني، كلية بترحب بجميع طلابها. بنفتح أذرعنا جميعا كإدارة ممثلة في عميد الكلية والسادة الوكلاء، وكيل شؤون الطلاب وكيل خدمة المجتمع ووكيل الدراسات العليا. كلنا أبوابنا مفتوحة أمام الطلاب، سواء طلاب مرحلة البكالوريوس اللي احنا بنرحب بيهم ونقول لهم أهلا وسهلا، وإن شاء الله عام سعيد ومبارك عليكم. كل الناس في خدمتكم، جميع الأبواب مفتحة من أصغر موظف في السن لمكتب العميد. كلنا في خدمة الطلبة، في خدمة العملية التعليمية. طبعا كلية العلوم لو بصينا لقسم الكيمياء بينبثق منه برنامج الكيمياء الخاص، واحنا الان الكليه في طور الاستعداد للتقديم للاعتماد الجوده من الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم. وان شاء الله الناس في الاقسام المختلفه متقدمين ببرامج قويه، ان شاء الله ربنا هيكلل ان شاء الله مجهودهم بالنجاح والتوفيق خلال الفتره القادمه. لو بصينا كليه العلوم من الكليات القلائل التي اخرجت 2 من رؤساء جامعه المنوفيه، تمثل في الاستاذ الدكتور مغاوري شحاته دياب رحمه الله عليه من قسم الجيولوجيا، واستاذنا الكريم الاستاذ الدكتور معوض الخولي اطال الله في عمره ومن عليه بالصحه والعافيه. وطبعا كليه العلوم كليه تعتبر من العلوم الاساسيه. لو بصينا لجائزه نوبل التي تمنح في مجال الطب منذ بدايتها، فنجد ان الغالبيه من خريجي كليه العلوم بالتخصصات وغالبا البيولوجي والكيمياء. فطبعا خريج كليه العلوم يعتبر خريج مميز اذا اشتغل على نفسه، اذا اهتم طور مهاراته. لو بصينا برضو في المنطقه المحيطه بنا بنلاقي ان خريج كليه العلوم بيتميزوا عن خريجي باقي الكليات المماثله في مستواهم العلمي، في مستواهم الاخلاقي. وهذا لا يمنع ولا يدل على ان الكليات الثانيه لا فيها علم وفيها كل شيء، لكن خريج كليه العلوم بالذات نتيجه ان الابواب مفتوحه سواء من العميد او الوكلاء او الى اخره، وقبلهم الاعضاء هيئه التدريس على علاقه وطيده وعلاقه قريبه مع الطلاب. فبدعو الطلاب الجدد والطلاب القدامى برحب بهم في البدايه وادعوهم للتعاون مع اساتذتهم، وان شاء الله بتمنى لهم مستقبل سعيد ان شاء الله. لو بصينا على مجال الدراسات العليا، عندنا دبلومات وعندنا تمهيدي في مجال الدراسات العليا لاكثر من 100 تخصص في مجال الدراسات العليا. من اهم الدبلومات عندنا دبلومه الكيمياء الحيويه التحليليه، وديت بيصرح لخريجها بفتح معامل تحاليل. طبعا لو بصينا للتخصصات ومجالات التخصصيه في الاقسام، فاتكلم عن قسم الجيولوجيا بصفتي انتمي الى قسم الجيولوجيا، به 4 برامج دراسيه: برنامج الجيولوجيا الخاص، برنامج الجيولوجيا والكيمياء، برنامج الجيوفيزياء، وحديثا في هذا العام تم تشغيل وبدء الدراسة في برنامج جيولوجيا البترول. طبعا بالنسبة للطلاب بأنصحهم كأب إن هم يهتموا بالدراسة في المقام الأول، اشتغلوا على أنفسهم،
تطوير مهاراتهم، قدراتهم، يشتركوا ويتعاونوا مع بعضهم البعض في الأنشطة. الجامعة في رعاية الشباب فاتحة مجالات متعددة، سواء في الأنشطة الرياضية، في الأنشطة الثقافية، وحاليا مكتب البحث العلمي مفتوح لكل الطلاب سواء المتفوقين أو الموهوبين أو المبتكرين أو المخترعين. الجامعة مهتمة بهم اهتمام قوي جدا بناء على اهتمام الدولة وفي إطار تنفيذ سياسات الدولة والبحث العلمي خاصة. بندعو الطلبة خاصة في السنوات الأخيرة المستوى الثالث والمستوى الرابع بالاشتراك مع أساتذتهم في مشاريع الممولة من البحث العلمي وإنتاج أبحاث علمية. حاليا كل الجامعات بتتحول إلى الجيل الرابع، جيل استثمار البحث العلمي فيه. بنبص لازم النهاردة البحث العلمي مش مجرد أن أنا بعمل بحث علمي فقط، لا، لازم أستثمر واستفيد من البحث العلمي اللي بعمله يرد لي عائد مادي، وده الجيل الرابع من الجامعات. ونتمنى جامعتنا إن شاء الله بتدخل من ضمن الجامعات وهي مميزة في جميع المجالات حاليا، سواء في البحث العلمي أو في عدد الطلاب الوافدين إليها، سواء في مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا. فبدعو طلاب كلية العلوم إنكم لازم تتميزوا، أنتوا الأساس في العلوم كلها، سواء في مجالات الطب، في مجالات الهندسة، لازم بياخدوا جزء اسمه العلوم الأساسية. فأتمنى لجميع الطلاب في جميع الأقسام العلمية في البرامج المختلفة التميز والتفوق بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل القائمين على إدارة الكلية من جهاز أكاديمي وجهاز إداري، والله الموفق للجميع.